لو نفسك تاكلي حاجة حلوة ومفيش حاجة متوفرة في البيت غير موزة وبيضة تعالي اقولكوا على وصفة سهلة قوي وفكرة جديدة واتمنى الفيديو يعجبكم. وانا ضحى الصادق من مطبخ دودو. اول حاجة هنجيب الموزتين هنبدأ نقطعهم كده ونبدأ نهرسهم ونفضل فيهم على قد ما نقدر ان احنا ننعمهم يعني مش اكتر. وبعد كده هنبدأ نجيب بيضتين وهنبدأ ان احنا نحطهم في طبق تاني لوحدهم ونضيف عليهم رشة فانيليا برتقان علشان نضمن ان ما يكونش ليهم اي ريحة زفارة. فانيليا البرتقان بتكون يعني نكهتها عالية قوي عن الفانيليا العادية. ولو ما عندكيش فانيليا برتقان ضيفي فانيليا عادية وحطي عليهم ربع معلقة خل وابدأي قلبي كويس قوي. وبعد كده هنبدأ نضيفهم على الموز بالشكل ده ونضيف معلقة دقيق واحدة ونضيف ربع معلقة بيكنج باودر. تمام. وهنبدأ نقلبهم كويس وبس كده الوصفة خلصت. فكرة سهلة وسريعة وجديدة وجميلة قوي اكيد هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها لانها مفيدة جدا للاطفال بالذات ان هي موز على بيض. يعني حاجة مفيدة جدا وسهلة وما خدتش مننا غير 5 دقايق. هنبدأ بقى نقلبهم كويس وبعد كده نجيب طاسة فيها معلقة زبدة كبيرة ونبدأ ان احنا ننزل كده بالمعلقة كده الكبيرة على اساس يعني ان احنا بنعمل قطايف. تمام. اعتبريها كده وهنبدأ بقى ان احنا نقلب باستمرار. هي ما بتاخدش اي وقت على النار وطبعا النار تكون هادية جدا. هنبدأ ان احنا نديرها على الوش التاني وبعد ما تبدأ تاخد لون هنبدأ برضو ان احنا نديرها على الوش الاولاني تاني. يعني هنلفها كده مرتين او 3 كمان على النار. اهم حاجة تستوي كويس لان طبعا البيكنج باودر بيقعد ينفش فيها كده لحد ما نضمن خلاص ان ما عادتش بتتنفش مننا يبقى هي خلاص كده استوت. كده انا بوريكم الحبة الاخرى يعني اللي انا عملتهم. دلوقتي انا بقلبها. اول ما بحس انها خدت وش احمر زي ده كده بروح مقلباها. واول ما بتنفش كده بعرف انها خلاص بدأت تستوي خلاص معانا. وهبدأ ان انا بقى اطلعها يعني هي خدت. شوفوا انا بوريكم هي بتنفش ازاي. هبدأ بقى اسيبها براحتها على نار هادية كده. وكده خلاص دايرتها على الوش التاني تاني مرة لتاني مرة فاهميني. هي خلاص كده بقى استوت معانا تمام. و... ونشوفها بقى في طبق التقديم بعد ما خلصت. ده شكلها النهائي. وصفة سهلة جدا وجميلة قوي. هبدأ ان انا اضيف جزء منها عسل ابيض عشان اكمل بقى القيمة الغذائية الجميلة دي. موز وبيض وعسل ابيض وابدأ بقى اضيف لبن بتاع سكر بودرة. وابدأ اضيف برضو قرفة. التلات اطعمة دول عليها بيدوها نكهة رهيبة بجد طعم حلو قوي وهي كفاية ريحتها اصلا جميلة. ريحة الموز مع البيض كده وهما بيستووا على النار حلو قوي. وده الشكل النهائي ليها. حطيت سكر بودرة وقرفة وعسل أبيض وبجد طعمهم التلاتة أجمل من بعض. فكرة جميلة وعجبتني قوي ويا رب تعجبكم ويا رب تجربوها وبألف هنا.